السلام عليكم، شلونكم أصدقائي؟ شخباركم؟ رمضان مبارك، ينعاد علينا وعليكم الصحة والعافية. طبعا البارحة أنا كنت دا أقلب بالمزاد مال السيارات، فعجبتني سيارة. قلت خليني أروح أشوف إذا زينة ضربتها حلوة. ممكن أشتريها لأن شفتان اثنين حلوات، وهمني راح أشوفكم إياها. ولكن قبل كل شيء لازم أخلي بنزين واروح للمكان مكان الوالد. عندي مال التليفون تتخلى بالرقبة حتى اني اصور لكم واني مرتاح، ما اقدر يعني ما اقدر اقضب التليفون واصور لكم. فخليكم ويانا ونشوف ايش راح يصير. طبعا اول ما تجي هنا على الرقم تقدر تدفع بالكارت وتقدر تدفع كاش، بس الكاش لازم يكون جوا. فانا هسه ايش راح اسوي؟ هو رقم واحد راح اقول له اريد مبلغ، مثلا اجي اخلي ب20 دولار. راح ادفع ال20 دولار جوا. طبعا الجو بارد، انا لو ادري هيك كان جبت شوي الكفوف، بس معلش تحمل. Good morning. Can you give me first one $20 please? Thank you. طبعا مثل ما شفت هنا شوية جو بارد، يعني مو مثل بقية الولايات. خليت الثاني ب20 دولار، خل اشوف ايش قد راح يصير، لان هناك كل بنزي خانة والها سعرها الخاص. هنا تقدر تختار ياهم منهم تريده. اكو 87 89 93. انا اختار ب87، لانه مثل ما يقول لك المثل، على قد بساطك مد رجليك. طبعا انا راح اقص الفيديو شويه لانه صراحه انا شويه جمدت. هسه بس اخلص بنزين وارجع لكم. اعرف اذا واضح بالكاميرا انه سعر الكاش 3.39، بالكريدت 3.49، يعني فرق تقريبا 10 سنتات البنزين. طبعا الجو برا انجماد، صحيح هو شوية مطر بس انجماد. طبعا هذا بين ما طلعت العنوان تقريبا يبعد عني هسه 46 دقيقة. طبعا ما تقدر السوق اذا ما تسمع لك فد شي. طبعا اعذروني انا مو كل الاوقات اقدر اصور، لازم هسه اوصل واصور لكم هناك، لان هنا هسه شوي ممنوع وخطر شوي بنفس الوقت. طبعا هسه انا وصلت الكوبارت، تمام، لكن ما يدخلوك لحتى تلبس هذا اليلق. طبعا ما اقدر اشوفك اليلق لان دا اصور بالايد. وهاي سيارتي وهاي طريقة التحميل مال السيارة. هسه راح ندخل واشوفكم النتيجة. طبعا لما تجي تبحث هنا على البرنامج مال كوبر، طبعا انا اخذت لها صورة لهذه وحدة مثل ما انتم شايفين. انا امشي على هذا الرقم وامشي ايضا على هذا الرقم الثاني. هسه راح اطب واشوفهم وانطي الرخصة مالتي ونطب اشوف السيارة. خليكم وياي.
طبعا وبعد عناء طويل تقريبا انتظار بال40 دقيقة في سبيل بس حتى يجيب لنا المفتاح. مو مشكلة، هذا كله لعيونكم يابا. قبل فترة اشتريت نفس هاي السيارة، هسه احكي لكم شنو قصتها. طبعا طبعا هاي السيارة كل زينة. اللي اشتريتها اني كانت كانت الاخياس مالتها يعني بشكل مو طبيعي. انا ما كنت اعرف بيها، فبأول مرة دا اجرب المزاد الاوكشن لايف. المهم اشتريتها ب$625. بس بعدين من جد شيكت، يعني صراحة صارت عليه مبلغ. المهم قررت ارجعها. من قررت ارجعها طلبوا عليه $600. والمزاد هو مو هنا، المزاد تقريبا عندي 5 ساعات عن بيتنا. المهم انا جيت على مود هاي السيارة. My brother, um, we'll come for this cars. Escape and then another one. Yeah, no, I'm looking for that one. Yeah. هسه هذا وقته. ماكو هيك صوت مستحيل. شوف هاي الداخل ما شاء الله. Yeah, I don't have that key. Okay. Okay. They told you that, right? No, it's okay. It's okay. Okay. Right. Yeah, we're looking for your Buick right now. It should be like right here. Okay. طبعا دا يقول المفتاح ما موجود عندي، الظهر عندهم بلافس بس هم ما قالوا لي. اتصور يا اتصور هذه السيارة. I think that one, right? Yeah, I think that one. اه والله ضربتها قوية. طبعا بالصور ما كانت، يعني ما كانت مبينة هيك هالقد ضربة. Oh my god. Yeah, that one, but yeah, it's okay. You can leave it I'm looking for the lot number. here. Yeah, that's it. That's it. Yeah. Use that key for it. Did you not want to do it? You know what? I don't want to see because you know I got you. someone who can fix it, someone money. You know. And then, you had the other two, or was that the other guy? No, this I don't know this guy. I was making no. That's not what I said. Did you have more cars, or was that just it? Oh, I'm sorry. We coming for this coming to skate, but you said you don't have kids, right? No. I don't know. I'm just looking right now. No, okay. So you said it was also your first time, right? Yeah. So this whole section of cars right here, Yeah. you can look at until 5 p.m. Okay. Nothing over that DD and CC are over. None of that area. Okay. Okay, sir. Then you're all set. All right. Thank you. طبعا كان يقول لي انه انت باول مره. قلت له لا، مو هي المفروض اني قلت له ايه، بس هي المفروض لا، انا تقريبا ثلاث مرة ما اعرف ليش طلعت وياي هيجي. طبعا هذه هي السيارة فورد اسكيب.
طبعا اللايتات ما اعرف مشتغلة وليش. سسبنشن مالتها مطاق، يراد لها بابين. تاير معوج، بس مو مشكلة، هاي كلها تتصلح. كلها هاي تتصلح. طبعا الضربة اصلا هي ما موصلة، يعني ما موصلة للداخل. ضربتها انا اقول لك تجي تصلحها، شامل لك البابين اللي جنب السايق، وهذا التاير عندك الظهر بيه طقوق. طبعا هاي السيارة من الداخل هذا الباب ما بيس. اوكي، المفتاح مالتي دائما هنا يخلون، بس ما اعرف ماخذيه. ماشية 144. طبعا تجي شاشة كبيرة، كشنات جلد. نشوف هسه هاي الايقونات. طبعا اي شباب، اي واحد اللي مثلا انا اذا ما اريد هاي السيارة، اختار هذا البيت نمبر ودقوا شو اسمه بالمزاد كوبارت. شوف هسه هاي بينه اكو فد راجع الباب او راجع. يراد له تعديل. والله هسه خلينا نشوف ايش قد راح يردون بيها. تقدر تسوي لها سكان للرقم. هاي مطلوب بيها تقريبا بين الخمسة والعشرة. هاي ما تفيدها مني، اكو شغل بيها، وهذني السيارات ايضا اكو شغل بيها. طبعا هذا الباب همينة مع السيارة الشفي ايكونكس مضروبة بابين. طبعا هاي السيارة طبعا بالباكت والله. خلينا نشوف. هاي انا حطيت عيني عليها. خلينا نشوف ايش قد مطلوب بيها. اوكي، المزاد مالتها ينتهي بعد 3 ايام 22 ساعة. هسه اني لحد الان مقرر على اثنين. هذه وحدة مثل ما تشوفون، هذه وحدة وهاي وحدة. وانما خلينا نشوف هاي التسلا شنو مشكلتها. هاي ضربتها من ورا خفيفة والله الضربة. طبعا الحرامات انا جيت على هذيش السيارة، بس
ما صارت القسمة بيها لأنه بيها شغل هواي. طبعا هاي ما بيها مفتاح. هاي راد لها شغل هواي هواي. السيارة طبعا هاي اتصور الله العليم لو وقع فد شي بيها، لو مقلوبة السيارة. فأنا أتصور مقلوبة، لأن السيارة هذه يعني يحتاج لها شغل هواي. طبعا هاي حرامات والله، السيارات هاي راحت. شوف عندهم هنا حتى عندهم ماطورات. طيب هاي وين الباب؟ وين يده؟ ها؟ اي والله. هاي شنو حادثة؟ ماشي 24 ما شاء الله، باع الشاشة اللي بيها. late night. هذا الجير مالته يجي الفر. طبعا أحب بحوش بالسيارة. طبعا فتحة بالسقف موجودة. والله السيارة هاي حلوة. شنو هاي السيارة شو اسمها؟ طبعا انا همزين جايب الموبايل الثاني حتى على مود اسوي سكان للرقم هذا. هاي مبيوعة، ما اعرف ايش قد مبيوعة، بس اتصور هذه ماستنج الكهربائية، يعني مكتوب عليها فورد ماستنج. بس والله ما شاء الله كلش حلوة. طبعا عندك هنا عندك نيسان التما، طبعا هذه شوية رايحة تعبانة. طبعا انا شلون ما شفت هذيك المرسيدس. ضربتها بابين، واتصور الله العليم الله يراد لها الاينمنت تايرات. هذا ما اعرف شنو. المهم طبعا سيارة بعمرها. طبعا هاي السيارة ما شايفة تنظيف، بس ما اعرف تحس السيارة نايمة نايمة، يعني هيك خامدة نفسها بالقاع. طبعا هاي الجيب ايضا. سسبنشن مالته معود، بس راد لها بس دعامية. طبعا هذا شخط هنا، مو مشكلة صار شخط اوكي. هسه نشوف اذا هي مبيوعة او بيش يردوها. طبعا هذه مبيوعة، هاي موديل 2015. المشكلة ما تبين انه قد سيارة بيش انباعت. طبعا هاي هم ايضا فورد فيوجن. طبعا والله هاي حلوة بدها، بس شنو ضربتها؟ ضربتها منا. هذه هي ضربتها. هذه ايضا حلوة، يراد لها تاير، يراد لها باب. نشوف الصفحة الثانية.
والله هم حلو هذا اللون صراحة، أنا يعجبني هيك لون حمرانية. أنا شوف الداخل قد ماشية بس 40,000. سيارة كلش حلوة نظيفة، ايرباقات بيها لازم طاقة لازم تبدلهم. هسه نشوف هذه اذا هي مبيوعة او لا. ايه طبعا هاي الصفحة يمكن الله العليم هي بس هي المبيوعات. طبعا هذه ما بيها تاير، وهذه راح يراد لها شغل كلش هواي. بس اذا السيارة ما ماشية هواي، صراحة السيارة والله كلش حلوة. هذني اغراضها اللي ورا. خلينا نشوف هاي بكت الله سعرها زين. مبيوعة ماشية بس 45. يعني والله العظيم سيارات هنا ما تموت من القهر والله العظيم. طبعا هذه مزادها ينتهي بعد 3 ايام. دا تقول هاي تشتغل ودا السوق. هاي موديل 2023 ماشية 30. طبعا هاي اليد مالتها مكسورة. طبعا هاي الشغلات هيك بسيطة انا احب، بس هذني انه انا ما اقدر اسويهم بالبيت، لازم تكون تروح مصبغ او تروح مفيتر شلون. طبعا هنا أنا خلصت راح اروح لقدام بس اشوف السيارات الزينة. طبعا لحد الان انا عجبتني هي هذه وحدة. خل اشوفكم وبعد التصوير شوية. اني هذه تعجبني شوية، وعجبتني ايضا هذه الفورد اسكيب للفولكن، ولكن يعني ما اعرف شو اقول، لان المفتاح ما بيها. انا جيت اسمع صوت بس يراد لها باب او البابين وكامل لا. خلينا نجي نشوف هذه الهوندا ايضا عجبتني، بس هذه يحتاج لها شغل ويحتاج لها سحب. انا بالنسبة لي ما راح اقدر اصلح يا اخوان ارجع وياكم بفيديو ثاني جديد، لانه ما اعرف ليش قطع. المهم نرجع لسالفتنا. طبعا احلى شيء اني جبت هذه تتخلى التليفون بالرقبة. طبعا هذا ايضا مبيوعة، هذه 2024 ماشية بس 14. طبعا عندك شنو اللي عندك هاي الجورني ايضا حلوة. هاي الجورنيات تمشي، الياباني كله يمشي، بس عندك هذه الدعامية شوية واقعة. اوكي يعني احتمال لو تشتري دعامية لو تصلحها نفسها. انا اتوقع تصلحها نفسها. ايضا هذه منباعة. طبعا انا للاسف اجيت بوقت الاوكشن، فهمني عن شلون. المفروض اجي قبلها بيوم او يومين، لانه هسه يسموه تايم لايف اوكشن، يعني هسه الاوكشن مالتها العفو يزودون عليه.
خلينا نشوف هسه هذه شوي. هاي مبيوعة. هاي موديل 2020 فورد اكسبريشن، ما اعرف شنو اقراها، بس هاي قدامكم هي. هذا ايضا قسم للمنبوعات. طبعا مرة ثانية انا شو اللي اسوي؟ ادخل للمزاد، وقبل لا اجي هنا حتى اعلم، لما اجي هنا اشوفهم السيارة. طبعا ايضا هاي الدورنجة مبيوعة. هم لو بس يقولون يعني بش يبيعون حتى واحد يعرف السعر. الله على ايامها، ايام الكي 5. طبعا شباب كانت انا عندي وحدة نفسها، بس للأسف ما قدرت انه اني اكمل البيمن مالتها. كانت عليها اقساط هواية، والانترست كان كلش عالي. شوفوا حتى دعامية هي موجودة. طبعا ضربتها كلش خفيفة بسيطة، جيب لها كامل لغ الشدة، والدعامية هاي موجودة. اذا ما بيها شي تقدر تشدها او تقدر تصلحها. اللايتات ما اتوقع هذا موجود. خلينا نشوف هاي بكت الله انه ما حد مزود عليها، وسعرها يكون شوية بسيط. طبعا هذه السيارة موديل 23 كي 5 اي اكس. العفو، كانت مالتي انا جي تي لاين، هذه اي اكس. طبعا هذه اللوت نمبر موجود. انا من ارجع للبيت راح ادقق بالموضوع، احتمال اني اخذها، لانه انا اشقي هيك سيارة، بس ما تكون مثل سيارتي، ولكن يعني بالعافية على اللي اخذها من قلب ورب. تمام. عندي هنا ما اعرف شو يسموها هاي. طبعا ما شاء الله اكو سيارات بعد هواي. شوف هسه هاي يحتاج لها شوية شغل، يعني يحتاج لها شوية بونيت، العفو يحتاج لها كامل، ويحتاج لها شوية سحب. طبعا الضربة للأسف موصلة للمحرك. المفروض هيك سيارة يسحبوها، يسووها تسقيط يعني. طبعا هنا يقول لي complete load، ما اعرف شنو ايش يقصد، بس هذا لينكن. واللينكن انا من عشاق اللينكن، بس هاي كلش طويلة. شوف الداخل ما شاء الله ابداع، يعني صدق ابداع. بسم الله ما شاء الله. بتشيس. طبعا هاي ايضا ضربتها حلوة بسيطة. يحتاج لها دعامية، ويحتاج لها الباب خلفي لايت. ما اتوقع يحتاج لها شوية سحب، بس دعامية راد لها. طيب هسه هاي خلينا نشوفها شنو وضعها هنا. طبعا هذا اللوت نمبر، وهذه الشفي ايكونكس. خلينا نشوف. هسه تقدر تزود عليه ب3050، يعني لحد الآن مزودين عليه 3025 تقريبا.
اكو سيارات يعني زينة. شوف انا هم زين ما اشتريت هذه. شوف الضربة لوين موصلة. تشوف بالصور كل زينة، شوفها هي وبس. بس للأسف الحقيقة شوفها شلون بعينك. بكل واحد عايفنا فد 10 أوراق 20 ورقة. شنو السالفة؟ ما أعرف شو اسم هاي السيارة، هي هوندا بس ما أعرف شنو هاي. هاي ضربتها هنا والله مو ضربتها حلوة. يحتاج لها بابين ويحتاج لها كامل. طبعا هذا الشخص ماكو ما يقدر يروح لهناك، بس احنا ما لنا علاقة به. مبيوعة 2021. تجي على السيارة هاي اتصور هذه السيارة مال الشرطة. طبعا هيك سيارات أنا ما أنصحكم بيها. لا والله لا والله. هاي شنو هاي؟ شو بيها جيرين؟ جير تعليق وجير مال عادي. طبعا هيك سيارات أنا ما أنصحكم بيها لأن تكون تعبانة. شوف هذا الفورد الأف 150 ما شاء الله. هذا قد ماشي 135. خلينا نشوف هسه هذه مبيوعة. طبعا هاي أيضا هم ضربتها حلوة. يحتاج لها كامل دعامية. البنيد ممكن يتصلح. طبعا ايه لازم تعدل هاي. بس اللي ما احب هيك شغلات ما اعرف الشاشة مالتها تكون صغيرة. انا ما احب شاشة صغيرة. طبعا شوف هذا البطحة ما شاء الله. شوف هيك طريقة التعامل ويا السيارات المزاد. طبعا يجيبوها هنا بهذا المكان يصلحوها. ما اعرف لا مو يصلحوها بانما يصوروها ويكملون يخلون عليها سكان او الستيكر. وبعدين ينزلوها. بس المشكلة انه يعاملوها بهاي الطريقة. شوفوا هنا هذا البطحة أنا ما أعرف أسوقه. ما أعرف شنو مشكلته بس هذا موجود عليه. يمكن هو يعني واقع بيه ما أعرف. شوف هسه هذا الفورد وهنا عندك الرام داج رام. وهنا شنو هاي؟ أتصور هذا الباب مفتوح لو واقع ما أعرف. مو مشكلة هسه هذا الباب واقع. هاي دعامية طابة جوا. هيك شغلات تكون جدا بسيطة وإنما ما تكون موصلة للمحرك.
طبعا يحتاج لها هاي شوية سحب. خلينا نشوف هاي يا موديل، ونشوف هسه هذه الثانية أيضا يا موديل، لأنها أيضا عجبتني اللون مالها. طبعا هسه هاي موجودة بالأكشن لايف مثل ما تشوفون قدامكم. طبعا السيارة يحتاج لها تنظيف. هاي موديل 2016. نشوف هسه هاي الثانية، هذه ممكن شوية مقبولة، موديلها شوية قديم، يحتاج لها تاير أو هي بنشر ما أعرف. هي بيها 2 لوت نمبر. خلينا نشوف ياه هو المقصود. اوكي، هاي ذي معروضة ب950. ضربتها هاي هنا كامل ماشية 232. طبعا هاي السيارة تعبانة ما تفيد. اعتقد هذه السيارة شفناها. يا خلينا نروح لهناك هاي الصفحة. طبعا احنا ما نقدر نروح هناك، ما اعرف، بس للديلرية ما دا افتهم. انا احدي هنا لهذن السيارات وانهي الموضوع، لانه بعد ما نقدر يعني نروح لمكان ثاني. طبعا ان شاء الله انا واعد نفسي انه انا كل جمعة اني شو اسمه اسوي لكم فيديو، بس تجي ايام والله ما اقدر اسوي شيء. شوف هناك البنتلي ايضا موجودة، وفي شفي تراكس. عندك هنا هذه ايضا موجودة، هذه الجي ام سي. خلينا نشوف هذه. هذه ماشية 62 2022 جي ام سي. ما حاطين عليها سعر، وانما هسه اذا عجبتني راح اسوي لها سكرين للشاشة. طبعا يحتاج لها دعامية، يحتاج لها باب خلفي، لايتات. طبعا شباب اني اول ما اجيت الامريكا ميشيغان اشتريت نفس هاي السيارة بالضبط تماما، حتى نفس اللون. طبعا انت لا يغركم انه الشاشة هيجي ما اعرف شلونها، بالليل تصير كلش حلوة الاضوية مالتها. طبعا اكو واحد يخلي طابوق بالسيارة. ما تفتح، لا الظاهر مقفولة. خليني اشوف هاي السيارة، لانه هاي السيارة فقط يحتاج لها تايرات، ولو ياله ممكن تنصبغ، بس تحس السيارة انه هيجي يعني نازلة او نايمة ما اعرف. احس اكو فشي ضربة واقع جواها، ما دا افتهم. طبعا هاي السيارة لازم انام جواها، وحتى اعرف شنو بيها وشنو ما بيها. هاي ينتهي المزاد بعد 3 ايام. والله دا يقول باي ناو ب1050. خلينا نشوف شنو جواها. شكو جواها تشتغل هي؟ لا، ماكو شي اللي حطه جوا رجليه. انا دا اشوف، راح اقطع وارجع لكم.
طبعا هاي السيارة أنا هسه جت ببالي أقول لهم أنا بدي أشوف هاي السيارة المفتاح مالتها. طبعا ضربتها بس هذه، بس ما أعرف إنه اللايت العفو الضربة مالتها زينة أو لا من الداخل. هاي راح أسوي لها سكرين شوت وحتى على مود أحفظها بالتليفون. خلينا نفتح المحرك. أوكي هو أوريدي مفتوح. هيجي سيارة ماشية 140 تكون كل زينة. طبعا أنا راح أخلص هاي وأخلي هاي ببالي. ما أعرف أنا حبيت هسه هاي السيارة لحد الآن، لأن يحتاج لها التايرات، يعني راد لها صرف بالأمانة $1000، لأن أكو شغلات نواقص لازم تكملها قبل لا تعرضها. اوكي هسه عندنا ويانا هاي المرسيدس. طبعا هاي لو نرجع تركبها خلينا نشوف والله تركب. والله ما اتصور يمكن تشتري لها وحدة. ما اعتقد تشتري لها وحدة، لانه من انا قعدت هي تركبها هاي من جوا براغي. براغيها تجي وياها. طبعا انا راد لها تايرات ايضا، تايرات نوعا ما زينة. خلينا نشوف هاي المرسيدس. شوف هاي المرسيدس شلون ترحب بيك. طبعا هاي شنو ضربت اني ما انتبهت والله. ما اتصور. طبعا اكو اغلب السيارات ما يكون بيها ضربة. هسه مثل هاي الله العليم انه هاي ضربة يعني مسحوبة للكوبرت بسبب عدم الدفع. اكو ناس تشتري سيارات ما تقدر تدفع. طيب اذا انت ما تقدر تدفع ليش تورط الناس؟ هسه هذه معروضة ب2000 و2250، بس اذا انت تنتظر المزاد تصير ممكن عليك ب3. بس اذا هسه تشتريها هسه تشتريها 13 ونص. طبعا اتصور السيارة تقدر تشتغل وكل ما بيه مكتوب عليها يا. بس ما اتصور انه هاي السيارة راح تكون من نصيبي، لانه اغلب السيارات ما ينطوها الا اللي تكون ديلر. انا مو ديلر. طبعا يكونون بالتليفون يا ديلر اونلي كلين تايتل، يعني انا ما اقدر ازول عليها. طبعا هنا أنا اكو هيك هاي السيارة الزقج ما اعرف شي يسموها. تحتاج لها شوية تنظيف بس اوكي مو مشكلة. اهم شي ولا يقول لي انه هاي السيارة تكون للديلر، لانه اغلب السيارات الزينة هسه مثل هاي خوش يحتاج لها تايرات، يحتاج لها شي بسيط تكون تروح للديلر.
بس انما السيارات التعبانة ما ينطوك اياها، ما ينطون الديلر ينطوك اياها الك مبيوعة. نشوف هاي الرانش ونشوف هاي بنتلي. طبعا هواي كل السيارات اليوم. حتى هاي عندك الداج كلايسر او شو يسموها، بس هاي السيارة نايمة نومة يعني ما اعرف. الظاهر ان الدبلات مالتها طاقة، الله العليم. معروضة ب9,800. ما هاي للديلر ايضا، هاي جاية من تكساس فقط للديلر. هيجي سيارات تكون للديلر، والله العظيم حتى قبل ما اشوف هذه هم راح تكون للديلر. معروضة ب325. صالفج لا هي يمكن تقدر تشتريها بالحساب. طبعا هذا داخلها. طبعا تار، شوف شلون نازل ما تفيد. شوف هاي السيارة، هاي معروضة هسه تشتريها ب4.5. ماشية 0 مايل. شنو هاي؟ ما مكتوبة. هاي 2017. شو ما مكتوبة. طيب طبعا ميت الباتري. بس ما اعرف هاي السيارة وين كانت. ادري كانت بالزبالة يعني او شنو. شوف ايش صاير بيها، ادري شنو. متأكد هسه لو افتح الجنطة هم راح تلاقي بس ماكو باتري. طبعا يعني هناك ما اقدر اروح، اني حدي هذول السيارات. عندنا هاي الهوندا او الهونداي، مرسيدس، دوج جورني، BMW، جيب، كيا اوبتيما. والله نشوف نشوف هاي الهوندا بالاول، نرجع على الكيا اوبتيما. هاي مبيوعة. نشوف هاي ايضا، هذه بالاكشن هسه حاليا. هاي اقدر اشتريها باني بحسابي، ماشية 130. بس السيارة قمة القذارة والوساخة، ما تفيدني أنا هيج سيارة. طبعا أنا أي شيء اللي أريد أسويه لما أشتري سيارة، أني أجي هنا بنفسي أشوف أشيك، يلا يعني أقرر أشتريها أو لا. طبعا هاي الدوج جرني هم حلوة ضربتها، تحتاج إلى لايت. البونيد يتعدل، دعاميات تشتري واحد جديد. والله شي سيارة تكون رخيصة يعني عادة ما.
مبيوعة 2016 والله ماشي 86. طيب نشوف هذه الثانية. المشكلة انه اني اريد اصلح بالبيت، هذني هيك شغلات اني ما اقدر اصلحهم، لازم تكون يعني مثلا ضربة كبوب او فد شي. شوف هسه عندنا فورد اكسبلور يرد لها ايرباكات، والله شكلها جديدة هاي. هاي ايضا مبيوعة ماشية 106. هاي ايضا معروضة ب13 و800. هيك رانجر اوفر تكون الهواء الدبلات مالتها يعني بيها مشكلة، ما تقدر ترفع السيارة. طبعا هناك للشيوخ الموجودات. طبعا انا ما اقصد على هذه، انا اقصد على هذولا اللي عمرهم قرن ما اعرف ايش قد. طبعا هنا هذه السيارات ما حد يجيها الا رغابها. بس نشوفها يعني التسلا هذه شنو مشكلتها. خلينا والله اشتغلت. خلينا نشوف اذا هي مبيوعة لا لا. والله مبيوعة ماشية 38. يا الله. ده يقول البونيت مفتوح ان الباب مفتوح. عشان نسد الباب من الشاشة. اوكي ده يقول ستاب and pawn keys. اوكي ما بيه مفتاح مال السيارة. والله حلوة السيارة ايضا، بس المشكلة ايضا مبيوعة. يا الله. شوف هاي اسم الله عن الجميع شلون محروقة. طبعا خلينا نشوف المرسيدس شلونها. طبعا انا شفت هاي الضربة بالتليفون، بس ما عبالي ان هيك بهالقوة هاي. نشوف هاي المرسيدس، بس المرسيدس شو هاي كلش طويلة وناصية. ماشية 275. ما معروضة بشي، بعدها ما معروضة هاي. بس شوف السيارة شنو وين كانت هاي السيارة، بس اريد افتهم وينها. يعني والله العظيم ما اعرف اكو عالم تشتري الوساخة مشترى. نشوف ايضا ويانا هاي التسلا.
لكن نشوف هنا سيارة على الحلوة، هاي أيضا مبيوعة. مبيوعة. طبعا هاي بعدها مو جاهزة، ماشية 85. أنا أتصور إنه لازم راح نرجع، لأنه بعد ماكو أي سيارة براسها خير. طبعا خلينا نشوف هاي الجي ام سي هي أو الشيفي، والله ما دا أشوفها. خلينا نشوف هاي أيضا البي ام. هاي أنا هيجي سيارات البي ام صراحة أحبهم، خصوصا لأنه هاي ألمان. بعدها ما حد مزود عليها. اوكي هسه نشوف شنو رن درايف بيت فيكو. خلينا نشوف، والله ناخذ للشات جي بي تي ونشوف شنو هاي المشكلة. طبعا اني جمدت والله. تقول هاي السيارة متبرعين بيها، معناتها متبرع بها ببساطة. المالك السابق تبرع بالسيارة لجمعية خيرية مثل الكنائس أو المنظمات الخيرية. بعد ذلك الجمعية تبيع السيارة في المزاد مثل كوبارت و اي. حلو، يعني هاي مال واحد منطيها مثل ما نقول هدية، ماشية 121. نقدر هاي المشكلة للديلر. المشكلة للديلر. خلينا نشوف هذه الوحش. والله ضربتها أيضا حلوة، حتى ما موصلة يعني دخل الراديتر جوا. هاي بس مجرد الراديتر تبدله، وهذا تشتري واحد جديد أو تعدل أنت كيفك. بس شوف ما شاء الله شلون وحش، شوف الجمال. خلينا نشوف. طبعا هنا المشكلة أغلب السيارات للديلر، وأني أضوج من هاي الحركة. 2024 ماشية زيرو مايل. ما من يقرأ. هاي لا أتصور أقدر أشتريها أني. طبعا السيارة بحالة الوكالة من الداخل، والله العظيم. حالة جيدة جدا من الداخل.
اتصور هو هذا ديزل، ما اعرف، ما اتصور انه ديزل، بس خلينا اخذ الفين نمبر ونشوف. هذا الفين نمبر قريناه. طبعا هنا احنا وصلنا لنهاية الفيديو. نروح ناخذ اللايسن مالتنا ونتوكل على الله. هاي المشكلة اللي ما كانت للديلر، هاي السيارة اللي قدامكم الخضراء، انه انا كان اخذتها اليوم والله العظيم، بس المشكلة تكون للديلر. انا صراحة والله احب هيك سيارة. بس شنو معناته الطابوق اللي مخليته هنا؟ هاي ظهر كانت مال واحد يشتغل بالكونستراكشن. لو تلاحظون حتى قطرة خياس ما بيها. طبعا أنا لازم أرجع لأنه بردت وعندي شغل ثاني أيضا. شوف أيضا جابوا لك الكرفانات هناك، راح يدخلوهم جوا حتى للتصوير. خلت جاني من هاي الصفحة على مود شنو السيارة اللي أنا أحتاجها رأسا أسوي لها سكرين شوت. مشكلة ذني السيارات تكون للديلر. والله اني هاي هم السيارة حلوة، هي من برا تخبل، بس ما اتصور ايضا هذه للديلر. هاي اقدر اشتريها بحسابي، هسه سعرها 2100، مزادها ينتهي بعد 3 ايام. مكتوب عليها روني درايف. قد ماشية، ماشية هواي، ماشية هواي. هاي 160. على ما اتوقع تكون هيك سيارة تكون مال الشرطة، لانه تكون الدرع من قدام. المشكلة يحتاج لهم شغل هذولا. حتى هاي الهوندا يعني والله ضربتها حلوة هاي الهوندا. هاي نشوف هاي بكة الله تكون زينة مبيوعة. طبعا شكلنا راح نوقع على فورد اسكيب. طبعا انا دا امشي هسه ولحت لي هذه البورش. قبل شوي شوفتكم اياها بس ما كنت منتبه انه هاي بورش، كنت منتبه على ضربة لو تتذكرون. طبعا ضربتها كلش قوية. ضربة هاي كلش قوية، بس مو مشكلة اذا تكون سعرها زين وما ماشية، تكون بنت السنة يعني مثل ما نقول. هاي مبيوعة.
0 مايل بالعافية على اللي اخذها. هاي شنو من سيارة؟ هاي فورد F-150. طبعا هاي اعتقد قبل شوي شفناها، لا والله. اوكي خلينا نشوف شنو فيلمها وليش هي هنا مبيوعة. ماشية 42. طبعا انا هسه صفيت على هاي الكيا وصفيت على فورد الاسكيب هاي الحمراء. ماشية 22 فقط. ايضا اسوي لها سكرين شوت. طبعا هاي دعاميتها واقعة بس. خلينا نشوف هاي القد ماشية واذا هي منباعة لو لا. مبيوعة. هاي ماشية 151. احلى شي انك تستخدم البرنامج هذا، يعني البرنامج هذا تعرف تفاصيل السيارة اذا هي مبيوعة واذا هي مثلا يردوا فلان سعر او الموديل او اللي هي الماشية. تقدر تاخذ الرقم وتقدر تسوي له بس سكان. طبعا خلينا نشوف هاي التاهو احنا ما شفناها. طبعا البونيت مالته مفتوح لحد. طبعا هاي المعروضة 6800 ماشية 137. دا يقول تشتغلوا ما بيها شي. هذه تكون اقدر اشتريها بحسابي. طبعا سيارة كلش حلوة بس يحتاج لها تنظيف بشكل مو طبيعي. هسه انا صفيت على هاي فورد اسكيب. تلاقيها شبابية عائلية رياضية، بس المشكلة انه هي الظاهر مكسور شي بيها او مكسور التاير او راد الالاينمنت ما اعرف بالضبط. هذا الشاملق وهذني الابواب 2. المشكلة انه اللي يقول المفتاح مالتها ضايع، يعني هم عندهم جوا. اللي انا عجبتني هذه الفورد الاسكيب، وعجبتني ايضا هذه الهوندا وراها. خلينا نشوف قد سعرها. والله نسيت، لانه مش قد ما شفت سيارات واسوي لهم سكان. تشتريها هسه ب2.5 ماشية 44. أنا أحسن شي راح انتظر هذه السيارة، انتظرها خلال 3 أيام القادمة، يعني السيارة ما يحتاج لها فد شي. شوف اللايتات مالتها شقد حلوة. طبعا هاي تقدر تشتري له شاملق وتركبه، وتشتري ابواب 2 وتسوي الاينمنت
إذا التاير ما موجود يعني ما مكسور. طبعا السيارة أنا هاي حبيتها أيضا. طبعا أنا كنت مخصوص على هاي، وكنت مخصوص على سيارة ثانية بس إنه مدى ألقاها. العفو، لقيتها ماني هناك اللي شوفتكم إياها الضربة كلش قوية. أيضا خلينا نشوف هاي. هاي مبيوعة. شغلات المبيوعات إنه أني ولا أجهمها. أتصور حتى هاي كهربائية مبيوعة. طبعا هيجي عاملون هنا السيارات. هاي الهوندا ما شفناها. مبيوعة هاي ماشية 145. طبعا هيك السيارة اتصور همين تفيدنا. خلينا نشوف هذه، اذا مو للديلر احتمال اني يعني ازود عليها. مبيوعة. طبعا انا هنا وصلت وياكم لنهاية الفيديو، لانه راح ارجع لان البرد هناك. اني ما اقدر اروح ولا اقدر اروح لهناك. طبعا هيك السيارة تكون باقيها يعني الاغراض مالتها يعني هوش باقي بيها، بس الجامة صحيح كل شي ما باقي بيه، لا داخل ولا خارج. بس ايضا خلينا نشوف هذني هنا شنو في الالف يعني فيلمهم. طبعا انا ما اريد ارجع للبيت، ولكن انه خلصت السيارات واني ايضا عندي شغل ثاني. اوكي، من يطلع لي هاي السيارة الظاهر مبيوعة او شوف شنو. خلينا نسوي هاي الثانية. هاي لساتها بعدها مو جاهزة، ماشية 93 ادت واتش. هاي خليناها بالاضافة على مود نشيكها مرة ثانية. هاي موديل 2017 ماشية 93. والله سيارة ايضا نظيفة ما بيها مشاكل، حتى ضربة ما بيها. نشوف انا ايضا عجبتني هذه، وعجبتني ايضا هذه من السيارات. هذه موجودة حاليا بالاكشن، تقدر تشتريها بحسابنا، معروضة ب3,700. ما ينفتح هذا الباب.
ظاهر موصل للتكمية ضربة. بعد خلص أنا ما أقدر أجمها. وأيضا هذه فيتر بعدها ما موجودة هاي السيارة، يعني بعدها ما منزلها بالأوبشن. أيضا هاي السيارة تقدر تشتريها. خليني أحطها إلى واتش. السيارة هاي كلش حلوة من الداخل ماليبو، بس شنو ضربتها أو شنو، هي مكتوب تشتغل وكل شي ما بيها. ما بيها شي لحد الآن، بس تدني الشخوط. هاي شوية ضربة لهنا. هاي صلحتها برجلي أصلا ولا مبينة. نشوف هاي الكيا سورنتو. ايضا بعدها ما موجودة، بس هاي ماشية كلش هواي 2011 ماشية 216. تعبانة هاي السيارة. هاي السيارة كلش تعبانة. هاي اذا ينطوني $100 او دا افكر اخذها. هاي السيارة ايضا طبعا احنا ليش ما نروح نشوف هناك هاي الصفحة. انا ما اقصد على هناك هذه الصفحة، نقصد هناك. طبعا هيك سيارات لو بالعراق يخلوها هيجي. طبعا هاي ما حد يرغبها الا السود. هنا السود يحبون هيك شغلات. ما يفتح الباب. ضربتها كلش خفيفة، تعديل شوي بسيط ينتهي الموضوع. بس شوف الداخل شقد حلو ما شاء الله. خلينا نشوف هاي السيارة قبل ما يطلعون الشلاليق. هاي السيارة ايضا ماشية 122 2005. هاي مقفول الباب. هاي ايضا تعبانة. هاي طبعا سيارات هنا هاي موجودة كلها تعبانة، بس نشوف الدورانجو. هيجي سيارات حتى لو تكون تعبانة تمشي. ماشية 174 بعدها ما موجودة. هذا الداخل. داخل والله كلش حلو ونظيف. حطه على التواتش. ما اعرف شنو بيها الداخل.
السيارات تكون تعبانة قد مرة. نشوف هاي الهوندا، وأيضا هاي هوندا كيا صوب، والثانية نسيت اسمها فورد اسكيب أو ما أعرف شنو اسمها بالضبط. هسه نشوف. بعدها ما موجودة. موديل 2016 ماشي 119. هاي نشوف شنو ضربتها. والله اوكي الداخل ماله اوكي ما بيه مشكلة، بس شنو ضربتها مدافته. اوكي هنا عندك شوية دعامية مكسورة، بس اوكي مو مشكلة. هاي خليها ايضا edit to watch. اوكي نشوف هاي الثانية. ايضا بعدها مو متوفرة، ماشية ما مكتوب بيها. ما مكتوب يعني معناته تكون البطارية مالتها تعبانة. هذا موديل 2018 101 تشتغل وتسوق كش ما بيها. طبعا انا دوب الحق اروح اصلي صلاة الظهر. هاي ضربة هنا شوي بسيطة. عندك هذا الباب شوي بخدش هو طخه. هاي هذا شوية معجون وشوية تعديل. اوكي خليه edit to watch. زين هاي شلون مسويها؟ هاي دفته معك دوت جورني. هسه نشوف هاي الماليبو اخر شي السيارة. خلينا نشوف هاي. هاي 2015 ماشي 231 ما تفيدني يعني. طيب نشوف هاي الثانية، ولو بين الزنجار لا حني ما تفيدني. هذا شوف هاي السيارة اللي هنا، ونوصل وياكم لنهاية هذا الفيديو، لأنه مثل ما قلت لكم أنا تأخرت للصلاة وأدي أروح أجيب كم شغلة للبيت للفطور أيضا. هاي مبيوعة ماشي 87. والله السيارات الماليبو كلش حلوة. بس الأغلبية تكون وصفات. طبعا وصلنا وياكم لنهاية الفيديو. أتمنى إذا عجبكم هذا الفيديو خليني أطلع أول شي بالأول وش قد باردة. أنا هسه راح أرجع للبيت. نوصلنا وياكم لنهاية هذا الفيديو، وإذا عجبكم هالفيديو لا تنسون بالضغط اللايك والاشتراك بالقناة. ربي يحفظكم.